اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة قوانين الهية. القانون اللي هتكلم عنه النهاردة هو قانون الايقاع. يعني ايه؟ يعني ان للنفس اقبال وادبار. انا ساعات بيبقى عندي طاقة عالية اني اقدر اتحرك واقدر اعمل حاجات كتير واقدر امارس المهام بتاعتي اليومية واضيف على نفسي حاجات واساعد غيري واعمل. وساعات تانية ما بيبقاش عندي القدرة دي، اوقات ببقى في ارتفاع واوقات ببقى في انخفاض. دي سنة كونية وقانون كوني وكلنا كده بلا استثناء. يعني لو قلنا من اقوى العواطف في الكون الام اللي هي بتحب ابنها، بيجي عليها وقت ما بتحبوش، بيجي عليها وقت بتزهق منه وبتتضايق منه. شغلك اللي انت بتحبه وشغفك اللي انت بتحبه بيجي عليك وقت تحس انك مش عايز دلوقتي، لا مش طايق دلوقتي. الشخص الاجتماعي جدا بيجي عليه وقت بيبقى عايز يقعد لوحده. فكلنا بنبقى في طلوع ونزول. طيب ممكن اعمل ايه علشان افعل القانون ده بصورة ايجابية في حياتي؟ اول حاجة، لما يكون الايقاع بتاعي في حالة ارتفاع، انا مش هكسل نفسي، يعني مش هفضل اقول لنفسي كلام سلبي وعطل نفسي عن الحاجات اللي المفروض اعملها. لا، انا هتحرك اكتر واكتر وهكون نشيط وهستغل ده بكل قوتي. بس مش هستغل ده من مكان خوف اني خايف ده يخلص، لا انا هستغل ده من مكان حب ان انا دلوقتي في طاقة عالية فهقدر اعمل حاجات كتير. طب لما الطاقة بتاعتي تبدأ تنخفض واكون انا في ايقاع منخفض، هحترم الايقاع المنخفض. هحترمه ازاي؟ يعني اول حاجة هشيل من على نفسي الالزام. يعني مش هقعد اقول انا ازاي بقى وانا باينني مش شغوف بالحكايه دي ولا ايه، ده انا لو شغوف الشغف ده ما بينقطعش، الشغف ده مستمر باستمرار. لا عادي، انا شغوف في كل حاجه بس انا دلوقتي في ايقاع منخفض، مش مهتم ان انا اعمل الحاجات دي. ده مش معناه اني بقدم المزاج على الالتزام، انا كده ولا كده في فتره الايقاع المرتفع بكون عامل حسابي لفتره الايقاع المنخفض. لكن انا بشيل من على نفسي كلمه الالزام. الوقت اللي انا حسيت فيه بغضب من اولادي او غضب من حياتي او غضب من اي حاجه، ما اقولش لنفسي انا ازاي حاسه بكده، لا انا كده ام مش كويسه، لا انا كده اب مش كويس، ازاي عندي المشاعر دي، لا انا كده مش كويس، لا انا كده عندي مشكله، هو انا ازاي مش عايزه اخرج اقعد مع الناس، هو انا بقيت مريض ولا ايه، هو انا ازاي ما قدرتش اروح المشوار ده وانا بقدر امشي اكتر من كده بكتير، ده انا باينني عجزت، هو انا كذا هو انا كذا. لا، احترم الفترة دي وشيل من على نفسك الالزام وخليك فاهم ان عادي جدا 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 انك تبقى في فترة انخفاض، ده طبيعي. طيب الفترة دي لما بتعدي على الذكر، هو بيفضل ان هو يكون لوحده ويحل مشاكله كده مع نفسه ويقعد يتقوقع على حاله كأنه دخل كهف بيحل مشاكله فيه، طبيعته كده. فما بيحبش الازعاج في الوقت ده وما بيحبش السؤال في الوقت ده وما بيحبش كلمة مالك وفي ايه، بس احكي بس فضفض عشان ترتاح. الكلام ده بيتعبه ما بيريحوش، لان هو كل ما سبتيه لوحده ان هو يقعد في الكهف بتاعه كده ويحل مشاكله، هو كده هيخرج لك اسرع. كل ما هتلحي عليه ولا هو حل مشاكله ولا انت ارتحتي ولا هو خرج بسرعة. طب بالنسبة للمرأة، المرأة لما بتكون في حالة الإيقاع المنخفض بتحتاج الدعم والمساندة، بتحتاج وقتها ان الراجل اللي في حياتها يكون موجود معاها ويسألها ويسمع منها وما يقدم لهاش حلول، لان هي كده ولا كده عندها عقل بتعرف تجيب حل عادي. هي بتبقى عايزة تعاطف او بتبقى عايزة تدرك ان هو بس حاسس بيها، ان هو بس سامع بتقول ايه وان هو مهتم هي بتقول ايه. الغلطة اللي بتحصل ان الراجل فاكر ان الست زيه والست فاكرة ان الراجل زيها، فبالتالي لما هو يبقى متأزم هي عارفة انها في الوقت ده بتحتاج الدعم والمساندة فبتروح له، طب مالك، طب في ايه، طب قول، طب كذا طب كذا، لا سيبيني لوحدي. هي تبقى مش فاهمة في ايه وتروح تسأل ست زيها تقول لها ده كان متضايق وكذا ومرضيش يقول، تقول لها طب ليه مش راضي، طب ده لو قالك كان ارتاح، لا حاولي معاه مرة كمان، لا حاولي معاه لحد ما تطلعي عينه. بيجي بقى وقت الايقاع المنخفض للست، هو طبعا معتقد انها راجل زيه فبيروح يسألها مالك، لو ما ادتوش اجابة واضحة وصريحة وعميقة او لو قالت انا محتاجة اقعد مع نفسي شوية او ايا كان، بيسيبها لان هو في الوضع ده ما بيحبش حد يزعجه، فمعتقد ان هي كده هي كمان. لا، هي في الوقت ده اكتر حاجة هي محتاجاها الاحتواء. الاحتواء يعني ان انت تسمعها كأن حاجة كده انت هتاخدها تحتويها، كأن حاجة هتبقى بين ايديك الاتنين، حاجة انت هتضمها ليك تماما. ده بيكون ازاي؟ انك تسمعها وتسيبها تطلع اللي عندها. كل ما حد فينا بيحترم فترة الإيقاع المنخفض بتاع التاني، الحياة بتمر بسلاسة أكتر. كل ما أولادك في البيت ممكن تحس في وقت إنهم نافرين أو مش فايقين أو مش عايزين يقعدوا معاكوا أو كذا أو كذا، لو مفيش مشكلة معينة أنت حاطط إيدك عليها، اعرف إن ده فترة إيقاع منخفض، وشوف البنات اللي فيهم محتاجين إيه والولاد اللي فيهم محتاجين إيه. نحترم الإيقاع بتاعنا يا جماعة. حتى الناس اللي دايما معتادة تصلي قيام ليل أو تتعبد بطريقة ما، بيجي عليها وقت تبقى مش عايزة تعمل كده، فبيجي لها بقى شيطان يقول لها ايه ده، فيجي له بقى شيطان يقول له هو انت انتكست، هو انت كده مش عارف ايه، هو انت مش كنت بتعمل كذا، هو انت. لا،
انت بس القصة انك في ايقاع منخفض، خلاص انا هكون في سلام مع ده وهختار اني اكون في سلام مع ده، والايقاع المرتفع هيطلع لوحده. وملحوظة اخيرة، كل ما بحترم فترة الايقاع المنخفض وبتقبلها، كل ما بتكون اسرع وبرجع لطاقتي تاني وبرجع لايقاعي المرتفع مرة تانية.